إذا فهذه الحاضرة التي وسمت بأنها كانت منطقة ومركزا للإشعاع العلمي، إذا فعنوان المداخلة وحاضرة مجاجة وشعر المديح النبوي الشريف هوية وتراث. إذا فقضية التراث والهوية الوطنية من أهم الإشكالات التي تثار في الفكر المعاصر، كونها تمثل مرجعا وخصوصية. فالتراث هو الذاخرة التي خلفها لنا أسلافنا، والشفرة التي تحدد أو تتحدد من خلالها معالم الهوية. فهناك علاقة أو تظهر علاقة بين التراث كمكون مادي أو معنوي وبين الهوية كوعي لهذه المكونات. فهذه الهوية التي أصبحت مهددة بالعولمة الكاسحة للخصوصية الثقافية والاجتماعية لمختلف الحضارات، ومن هنا جاءت هذه المداخلة لتثير أو لتجيب على بعض التساؤلات: ما العلاقة بين التراث والهوية؟ وكيف ساهم الموروث الثقافي في الحفاظ على الهوية الوطنية؟ وللإجابة عن ذلك قمت بتقسيم هذه المداخلة إلى توطئة بينت فيها العلاقة بين التراث والهوية، ثم وقفة مع حاضرة مجاجة من ناحية اللغوية، من ناحية التسمية، الموقع الجغرافي، وأيضا الجانب الثقافي، ثم العنصر الأخير وهو شعر المديح وتجليات الهوية من خلال هذا الشعر. إذا فبداية يعد التراث مرجعية تاريخية وثقافية أصيلة تساهم في ترسيخ المعارف وتأصيل الهوية وتقوية الشعور بالانتماء الوطني. فالتراث يضم مجمل الإنجازات المادية واللامادية والنظم المعرفية والمنظومات الفكرية والأخلاقية التي شكلت وتكاملت مع الأجيال المتعاقبة لتشكل وحدة تعتبر الأصل في كل أمة يرجع إليها كأرضية ثابتة للانتظام للجمع بين الحاضر والانطلاق إلى المستقبل. وبالتالي فإن التراث يشكل لوحة أو عامل تفاعل مع كل ما هو معاصر ويتماشى مع الزمن ومتطلبات الإنسان وحاجيته. ويتحدد الوعي بأهمية الحفاظ على التراث في الوقت المعاصر، خاصة مثلا مثل هذه الفعالية في هذه الأمسية، ذلك أنه جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأفراد والأمم، وأن السعي إلى الحفاظ على التراث وتوظيفه عقلانيا. هنا فقط عندما قدمت الدكتورة آسيا الحديث عن الأسطورة وعن الاحتفال، إذا فقالت ملاحظة في الأخير أن هذا الاحتفال يجب أن يكون منضبطا بالعادات أو بتعاليم ديننا الحنيف. إذا فأدعو أو أقول إلى ترشيد الاحتفال وضبطه من خلال المنطلق وهو تعاليم الدين الإسلامي، إضافة إلى الهوية الوطنية، إذا حتى يخرج هذا التراث وهذه الأعياد أو التظاهرات العلمية وأيضا الخاصة بالموروث الثقافي بشكل يتوائم مع العصر الحديث وأيضا مع متطلبات الرقمنة والعولمة والعصر الحديث. إذا فقلت أن توظيف أو الحفاظ على التراث وتوظيفه عقلانيا حتى نستفيد من منافعه، ذلك يؤدي إلى ترسيخ الهوية الفردية والجماعية، فهو المحدد لها، لأنه يحتوي على آفاق إبداعية تترجم في عناصر شفوية مثلا هذه الأشعار ومعنوية وذاخرة ثقافية مثلا هذه التظاهرة أو هذه الأمسية. فمنطقة الشرق كغيرها من ولايات الوطن تمتلك ذخرا ماديا ومعنويا أيضا مرتبطا بالتراث الإسلامي والفني والثقافي، وشكل ذلك أو يتجلى ذلك في حاضرة مجاجة. إذا فقلت أن أشرت إلى
تسمية مجاجة، فمن الناحية اللغوية مثلا في لسان العرب هي مأخوذة من الفعل مج الذي يدل على عدم الإمساك بالشيء، فالماء ينطلق ويجري، إذا فالأرض التي يجري بها الماء الكثير تعد مجا. إذا ويقال أيضا أن مجاجة هذه التسمية متعلقة فيما قاله في التاريخ أن رجلا كان يدعى مج، فغاب لفترة وظن أنه قد توفي، وبعد سنين عاد إلى المنطقة فقيل مججا، إذا فدمجت الكلمتان فأصبحت مجاجة. إذا فمن الناحية التاريخية. أما من الناحية اللغوية فإن مجاجة معناها تلك الأرض الخصبة التي تجري خيراتها ومياهها. إذا فحاضرة مجاجة تتمثل أو تمثل في تلك الزاوية، زاوية سيدي محمد بن علي أبهدول. إذا فركزت فيه على متى تأسست هذه الزاوية وشيخها وتعليمه والجهود التي قدمها، وأيضا التلاميذ الذين أخذوا عنه ونهلوا عنه وفيما تخصص. فقد أشير أنه الشيخ أو صاحب الزاوية شبه بابن مالك في المدينة المنورة، للعلم أن صاحب الزاوية كان كثير السفر إلى مدينة المنورة وإلى أيضا كان يقصد الحج، وله قصائد عرف بأنه إضافة إلى انضباطه وكان يشبه أو ذكر فيما قرأت عنه أنه يشبه في انضباطه وتطبيقه لتعاليم الإسلام بابن مالك في المدينة، فكان صارما في تطبيقه. إذا فبالنسبة للشعر المديح كما يعرف الآن ينسب إلى التصوف وغيره. أما هو فشعر المديح فظهرت له تجليات، وكان يقول هذا الشعر لتحقيق مناط أو تحقيق أهداف معينة أجملتها في الآتي. أن شعر المديح تعلق بالهوية، فكان القصد منه إظهار النزعة العربية، كان يؤكد على النزعة العربية. طبعا هنا نتحدث عن زاوية في القرن العاشر في العهد التركي أو العهد العثماني بالأفضل. إذا فهنا من التجليات أنه كان يريد ترسيخ الهوية العربية الإسلامية من خلال نظم الشعر باللغة العربية. إذا فالشعر المديح عرف في الشعر الشعبي غير الفصيح، وظهر أيضا شعر المديح الفصيح. إذا وهناك شعر المديح ما تعلق بالتصوف، وهناك ما تعلق بالإصلاح وكان منضبطا. إذا فصاحب الزاوية كان من الذين يهتمون بتعاليم الإسلام ويضبطوا ويبتعدوا عن تلك الأمور التي تخرج عن نطاق الدين والانضباط والوسطية. إذا فكان يضبط هذا الشعر لأنه يؤثر في المجتمع وفي الأفراد والأمم. لماذا كان ينظمه؟ لأن فيه أو يحتوي على النصح والإرشاد. أيضا كانت هناك بعض المسائل الجدلية المتعلقة بالعقيدة، فكان يسعى إلى فك ذلك الجدال العقدي بتوجيه الأسماع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان ينظم هذا الشعر شعر المديح للأثر التعليمي، بغية التعليم. لماذا؟ لأنه كان يحتوي على معلومات تاريخية دينية، أيضا نتعلق بمواقف البطولة، مثلا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، أيضا مواقف البطولية، أيضا الأخلاق الجميلة التي كان يحث عليها من خلال الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الهدف من شعر المديح في القرن العاشر عموما وعند صاحب الزاوية سيدي محمد بن علي أبهدول هو الهدف ترسيخ الهوية الثقافية الإسلامية العربية وترسيخ الهوية الوطنية. أيضا أشير إلى أن هذه الزاوية ساهمت في إبكاء روح الجهاد ضد المستعمر الفرنسي، فهناك من استشهد وجاهد مع الأمير عبد القادر من أبناء أو من طلبة هذه الزاوية. إذا فتعد حاضرة مجاجة مركزا علميا وإشعاعا علميا في القرن العاشر، ما زال توهجها ونورها إلى اليوم. تخرج من هذه الزاوية كثير من العلماء والطلبة، منهم سعيد قدورة صاحب التأليفات العلمية في العهد العثماني المحققة وغير المحققة إلى اليوم. إذا فتناولت
أو أشرت إلى الجانب الجغرافي وجانب التسمية. لماذا؟ لأن هذا يساهم في بيان أصول المنطقة وعلاقتها والشرف الذي تكتسب. إذا فكان لعلماء منطقة شلف وبالضبط حاضرة مجاجان جهد واضح وبين في الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال نظم هذا النوع من أنواع المدائح النبوية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.